ويضحك علي. ايه الحين شريت سيارة ضحك. انت كل يوم تشتري عنز، ايش تبي به؟ ويا كبر جابوا يمي هناك واودانا. المعزة القزام ولا هو الفالك يعني. شلون الفالك يعني يرم لا يعني لا يعني يرم ما لا تسولف عادي وعجيب مو لازم الكلمات دي. لا طيب اسمه المعزة القزام فيه شيء يا اخي تحس انه انسان. شلون تحس انه انسان يا عنز؟ ها؟ شلون تحس؟ لا يعني يفهمك يعني يفهمك يعني. اي مثل اقول له جربوع يعني تروح تاكل يعني بالعربي. والله العظيم انه معور الضاعة انه يفتر بالحوش بس بيرضع عنه عجز. جربوع معور الضاعة يركض. وين تذهب؟ والله ما يفهمك ولا شيء. بس والله هواية غريبة ذي. لا بس انا اغلي الغزلان اغلي رجال يحب الحياة الفطرية. اي والله اغلي الماعزة القزام. انت من اللي يحافظون على الحياة الفطرية. اي والله مرة. طيب وش رايك بالحفاظ على الغطاء النباتي والحياة الفطرية؟ والله حلو مرة واستمتع ومستانس يا رجل الغطاء النباتي وهذه ردة ارضنا. اي والله والله انه ردة. شفنا اشجار ما شفناها قبل. شفنا الطلح الحين ما شاء الله نور وكبر وصار فيه ظلال وصار فيه اشجار كثيره وصار فيه امور حلوه. يا رجل ابو شجر منقطع. اي والله طلع صح طلع بالمحميات صادق. والله انه طلع وزانت. ايوه زانت الارض. اي والله. اي والله شيء جبار والله شيء جبار. والله هواية جميلة. اي والله اغلى الماعزة القزام. وانت وش هوايتك؟ والله متعددات نفس الشباب، قراءة كتب، تجويع طوابع. يا حظ يقلب الصفحة بخشمه. اي والله يقول لا تكبس لي. ايوه بالليل يقول لا هذه مثل لا تربع لي. لا يقول لا تكبس لي وانا ما معي نور. وانت ما لا تكبس لي وانا ما معي نور. وانت ما الله لا تكبس. يا اخي والله انك محظوظ يا لا تكبس يعني كل يوم تاخذ حكمة يوميا عادي طال عمرك العصر غير حكمة الليل تفرق. ما شاء الله كبسني يعني اخر حكمة قال لي يقول لا تربع لي وانت ما معك ورق. ما ربع لك. لا تربع لي وانت ما معك ورق. حكيم والله باجي. اي والله اي. طيب انت لا تكبس لي ما كمله. اي ما كملتها صح. لا تكبس لي. يقول لا تكبس لي. الله اسلم. لو سمحت يقول لا تكبس يقول لا تكبس لي يقول لا تكبس لي وانت عينك ما تشوف. الله 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 هو بغى يصفق الروح. الله 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 اسلم. خلاص هذه الحكمة ايش تبي تسوي؟ القضاء خلاص هذه ما في غيرها. هي لا تكبس لي وانت ما تشوف. ما كبس لك ولا ما اشوف. هي طيب وش تعني؟ ايوه وش يعني هذه مو كل احد يفهمه. هذا ما يفهم الا الرجال الفاهم والصح اللي يقرا بين السطور. نعم. طيب احنا نبي اللي ما بين السطور. اللي ما بين السطور. ايه هذه بس ما عندي غير. اقول لا تشفط طالها ولا تضحك يعني وين؟ بالله وانت لا تلتفت لا تسطر مشدوقا. انت حكيم ما يصلح. لا هو هذا اللي مزينه حكمته. طيب وش العباره اللي تمشي عليها في حياتك؟ لا تكبس لي وانت ما تشوف. لا تكبس لي وانت ما تشوف. طيب وش العباره اللي تمشي عليها في حياتك ابو عجيب؟ اللذاذه. الله شلون يعني؟ يعني والله مبدع. كمل. قلت الحكم صفر بس يعني في حكم واجد يعني. يا جماعه مثلا ترى الجسم الذهب. حاول انك تركز على كل حرف. احفظ السنابات هذه. يعني ركبني بالحوض لا طال الطريق. لانه يدبل السبت. هو يدري بعد. شلون اقرطك بالحوض ليه؟ لا يعني لا طال الطريق. الحكيم يقول لا طال الطريق ركبني بالحوض. انخلع. تمشي زي بالحوض. ما هذه حكمه انا قاريه. يقول لا طال الطريق ركبني بالحوض. حكمه ولا حد قايلها لك؟ شو؟ اسلم وش هي؟ اقول اسلم. ما ادري والله يا ابو عجيب احس ان الرجال غلط عليك.
وابراهيم الله والله انا ما اتدخل بين الرجال بس اني لاحظت. اسلم ايش قلت؟ ليه ركبك بالحوض خلاص انت. غريب والله بعدين سكت حقه معروف بعدين ياخذ حقه وافي. تاخذ يعني فاصل. شوفي طلع عيونك كذا. شلون؟ بحر قوه. شلون انت مبحر قوه الحين؟ لا بحر ترى هذا اقصى ماله. بحر قوه. شفته؟ وشو؟ شفته؟ وش شفت؟ بس جلد وعظم حتى انت ما هو بو يا عمري يا عمري بس خلاص بخرعك كسرت ضلعي. بسم الله عليك ضلعي. بسم الله عليك. يقول الحكيم ايش يقول بعد؟ يلا ينبس الحكي. يقول لا تخرع الناس وعظامك هشاش. الله 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 ايوه عظامك هشاش. الله اكبر. يا قلبي يا عظامي قلبك يسار ما هو يمين. اسمعك ضيعته. هنا قلبك بس هذا اللي يوجعك ما ضربت قلبك. يا هلا ويا مرحبا. يا مرحبا. والله ما شاء الله تبارك الله يعني مع سوالف معك طلعت عندك سي في مرعب. مجالات كبيره. عاد ما هو عاد مرعب الحين شوي. يعني ما شاء الله لاحظت فيك بعد بعد النظر التخطيط الاستراتيجي. ايه عارف وين انت رايح له. منين اخذت هالشيء ذا؟ انت من اخذت هالشيء انت هذا؟ من سواليفي معك من حديثي. وش تريك نبي وش تريك نبو اللي بي اي وانا اتكلم وياك لاحظت ما شاء الله فكرك بعيد. وش تريك الفكر بعيد؟ استنباط. وش الاستنباط هذا؟ من اخذيته؟ اني اخذ من بين السطور. اخذ حديثك من بين السطور واقراه هو وافهمه. قرا ملامحك وتصرفاتك. عندك لغه الجسد. يعني الحين شوف حركه يديك هذه لها تفسير. بسم الله على محلنا. وش تريك؟ معناته الحين وانت رجل واثق من نفسك. الحمد لله واثق عن نفسي الحمد لله. يا سلام عليك. وعندك تخطيط استراتيجي. ما عاد تدري انا ما عاد بروحي. شلون واضحه؟ انت ما تشوفها بدر. هلا والله شوف ما تشوف ابو عجيب. ما تشوف انا بالرجال. انا ما عاد بروح. فانت الحين اتوقع لو تقدم على اي وظيفه ينهبلون السي في حقك. شو يهملونه؟ لا ما يهملونه. ينهبلون السي في حقك. طيب سؤال كيمو بدون مزح كم لغه معك؟ اللغه؟ إيه. لغه واحده عربيه. والله؟ ايوه. طيب شلون تفهم كلام سعود او تتكلم انجليزي؟ شو؟ هم يتكلمون انجليزي شلون تفهم لهم؟ شو عادي تراعي بلا شرايب بلديني. ما شاء الله لا قوه الا بالله. اي ذكر الله حلو جزاك الله خير. طول عمرك. عمرك ان شاء الله. بس لاحظت عندك شخصيه التهجم. تاخذ وضعيه الهجوم دائما ما عندك وضعيه الدفاع. السمع يبطي ما يجينا هم اسمع عقبهم فوق. الله يبارك لك يا رب. صحة وعافية. بعطيك ريال. الريال. اوكي ريال. ايوه. يتضاعف يوميا لمده 30 يوم او 30 مليون ريال كاش. لا تضاعف في اليوم. يتضاعف اليوم؟ شلون؟ ريال. الريال ايوه. ابجي اليوم بعطيك ريال. ايوه. بكره بمرك بعطيك ريالين. ايوه. بعد بمرك بعطيك 4 ريال. أيوة. لمده 30 يوم. ايوه. يعني شهر او اعطيك 30 مليون ريال كاش. لا 30 مليون كاش. بيض وجهك ليش؟ ها؟ ليش؟ حاجته. يقولك عضل دائما الخمة. مثقف دائما الخمة. سبحان من اعطاك ملكة الحديث. الله يطول عمرك يا حبيبي. متابعيني لهم حق عليك ان تتحدث بما تحدثت به في المجلس ما شاء الله تبارك الله. من اي شيء تبي؟ لك الله يطول عمرك. من اللي تبي؟ ايش تبي بس؟ شيء على ما قالوا تبي وش نسولف الموضوع؟ اللي ودك. اهم شيء احنا نسولف بالقناعة من القناعة. الله الله. إيه. القناعة مهمة ابو نور. انا رأيي صراحة بالقناعة ان القناعة تعني السعادة. شلون؟ لا يمكن ان تكون سعيد ما لم تكن مقتنع. لا يمكن. اذا ما انت مقتنع باللي بين يديك حلو ما راح تشوف شيء. مهما كان. لو عندك 10 مليون ما راح تشوف. تبي تشوف ابو 100 مليون. صح. لو عندك 100 مليون تبي احطهم عندهم مليار. ودليل ان القناعة مهمة حتى الدين ترى يحث عليها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من اصبح منكم آمنا في سربه حلو معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ارجع على الأساس حلو آمنا في سربه بالبيت يعني حلو
معافى في جسده، متعافي، عنده قوت يومه، زين، اكل شهر، اكل يومك. الله الله. يعني ما هو عندك قوت شهر، لا، اكل اليوم. هذا لحظه بلحظه. يا رب لك الحمد، احنا عندنا قوت شهرين. اي والله يا رب يكرمك. فكاننا من حيزة الدنيا. ليش؟ لانه هذه ترى اهم اشياء يطلبها الانسان بالحياه. هذه اهم الثلاث اشياء. حلو، يعني هذه اهم الثلاث اشياء بالحياه. الله يرزقنا القناعه. امين. وهي القناعه كنز لا يفنى، ما قراها عبث. أيوة. ما نرددها عبث. كنز لا يفنى، صح. الله يبارك فيك يا رب. لن تكون سعيد وان تكون مقتنع. لا، الواحد المفروض بعد يكون مقتنع انه صار عنده سليمان ما يطلب اكثر. يبعد قلبي. الله يسعدك بعد الدنيا. شو اهم شيء تعلمته في الحياه؟ والله أهم شيء تعلمت بالحياة إنه الواحد عمرك يرضى ما قسم له وكتب له، تعيش مرتاح، تعيش مرتاح، وأعرف إنه أي شيء يصير لك ربما يكون شيء ضار ولكنه ينفعك. رب ضارة نافعة. إنه فعلا حصلت لي الأشياء هذه. أنا أقرأ للموقف هذا، يعني تخيل واحد يجي يقول مرض وبعدها افتح الله عليك. أنا جاني مرض جلطة بالراس وبعدها سبحان الله الله افتح عليك، رب ضارة نافعة شيء. ولا وجانا المرض هذا والجلطة بالراس جدا غرفة العمليات. غرفة العمليات تخيل عندك 5 استشاريين، تمام؟ شلون تلوم اللي برا اللي ينام مرحبا كيف الاكل اندسام مكتوب عنه نهائي، ولكن فعلا بعد الوعكة هذه تغيرت حياتي للأحسن يا رب. فرب ضارة نافعة. والله مرسوني الشباب عبث، انك حكيم يا شيخ. حبيبي والله حي هالعين وحي هالشوق. وهيبة. معاملة مختلفة، فمرات تعطيهم وجه قبيح ومرات تعطيهم وجه حسن. انت واخلاقك. انت شلون تعاملني عاملك؟ ايوه على حسب الزلف. المعاملة بالمثل، المعاملة بالزلف. طيب انا جيتك الحين بوجه طيب، وش تعطيني؟ طبعا الوجه الحسن. جيت شيء انت اخلاقي عليك. لا اعطيك الزلف السيء. ايه ما متعدل تشوفه مرة. ايوه مو زي هذا. مو قوة الله عز الناس وجل. مقامات. اي والله صح صح. طبعا واجب المعاملة بالمثل اهم شيء. جزاك خير. هلا ابو نور هلا. تامر توصي. شكرا. الله يسعدك. مطولة الحالة دي. لا احيانا تجينا اخر الليل. طيب نسوي تحدي خفيف اجل، ايش فيك استنى عليك؟ تحدي خفيف لطيف من 3000 ريال. تم؟ تم ابو جوزة. تم. 3 كلمات. اللي يجيب الثلاث ياخذ 3000 ريال. اللي تجيب الثلاث يجي ياخذ 3000 ريال. ياخذ اعطيك 3000. كلمة بالعربي تعطيني اياها باللغة اللي انا اطلبها. تم. نبدا باول واحدة. سهل. ابغى كلمة مرحبا بالاسباني. تفضل ابو عجيب. مرحبا اسباني. جابها. مرحبا اسباني. سيمراتو. لا والله. غبي. جوزة؟ عد سهله. سنتياغو. صح. 1-0. 1-0. سنتياغو. نبدا الكلمة الثانية. ايه ابغى كلمة كيف الحال بالروسي. كيف الحال بالروسي؟ الله الله. كيف الحال بالروسي؟ شايفين غوغو. ايش هي؟ شايفين غوغو. 2-0. اخر واحدة باقي 2000 ريال ابو جوزة. شايفين غوغو؟ قد سمعتها. شايفين غوغو معناته لحظة. عندي كأس العالم 2018. شايفين غوغو بالساحة الحمراء كلهم. كذا. السؤال الثالث. السؤال الثالث الأخير سهلة مرة. إيه؟ مرحبا بالكاميروني. تفضل. بالكاميروني. الله باللغة الكاميرونية. كاميرانا. شلون؟ كاميراتو. لا ابو جوزة. بالله انا هي صعبة ترى صعبة شوي. هي صعبة شوي. 2000 ريال ابو جوزة. كيف الحال؟ ها؟ كيف الحال كيف الحال بالكاميروني؟ كيف الحال؟ هو انا والله اخترتها صعبة معليش، بس عاد قلت تخصصكم لغات. كيف الحال كرقرينو. كاميرو. صح. كاميرو. صح. ماشي. لا ما شاء الله عليك. ما شاء الله. والله ما شاء الله. اذكر والله يا الربع، اذكر والله على ابو جوزة. ما شاء الله لا قوة الا بالله. ما شاء الله لا قوة الا بالله. ما شاء الله ما شاء الله.
ما ادري لا ادري شلون؟ في شيء شلون في شيء؟ كاميرا اوه ايوه كيف الحال؟ اقول لك انا بخير صح وطقتها صح. قلها لي كاميرا جو كاميري وي يعني بخير الله يعافيك. لا هنا وقف بعد قال ابو جوزه لا يا شكرا قلبي انت سلبي الايمان. ابشر جعل وديك في الجنه عشان نخلص. ما شاء الله تبارك الله تسافر واجد ابو جوزه. كثير. ما شاء الله لا قوه اخر الا مره بالله ما رحت شاء الله الكاميرون قبل 3 سنوات. ما شاء الله. ايش فيك؟ لا ما في شيء ليه هذول ترى كذا يسلمون بنيجيريا. تمر يا قلبي. بيض الله وجهك. بالله يا خلاص وشون خشمك كبير اوكي هذا اللي انت فيه. هذا انت ما لك ولا شيء ولا لك اي شيء. ابو خشم خشومي ترى له ظلال خشمه شو حاطين لمبه هنا ظللنا لا يا ما حطينا هنا. يلا يا شباب مسابقه الجميع لابو عجيب. يلا يا شباب شلون؟ نبدا. يلا تكو جمع الشباب. قوموا يا شباب يلا. هناك تحدي. وشو الرجال ما يبي. ايش معناته؟ مو غلطت علي. انا ماسك اليوم مستانس ومروق وضيفتونا كرمت الله جزاكم خير بنستانس بنسوي مسابقات وبنعطي الشباب نستانس نضحك. انت بلاعب هو خشم الله ظلال روح دوري ظلاله. يعني مالي لعب. مسابقه المبلغ الجائزه كلها 10,000 ريال. يا سلام. يلا خلينا نظبط شبابتك وجوزه خلينا نستعد. خشومي شيلوا لابس بدله صوت. ايوه والمين الشباب والمين لابس بدله تدري ايش يقول لي؟ تدري ايش يقول لي؟ ايش يقول؟ خشومي يقول بيدخل بالمسابقه. والله اني غامز له قلت نسكت ليه بدخله. تسوي كذا؟ يلا مشينا بجوزه. يا ما حلا خشمك بنص وجهك. والله يطهرك الوتر 70. يا ما ايش رايكم يا عيال؟ تروح يا الشوق والله يسعدك. اي قعدنا ظهر ان شاء الله. اصفرت وانا ورا بعد قلب قدك تدخل داير مع كلفه تكشخ عليهم. والله يا قاك انتبه له. زين. حركات والله يجيك ورد ومعجل. انا اول مره اشوف باقة ورد اكبر من راعيها. حجما ما شاء الله تبارك الله. كيف النوم ها؟ طلعت مشاكلنا بس في النوم. والله يا رجال انت اول مره تقوم خشمك طيب. اي والله حلو. والله العظيم ما نمنا. ما ادري هلا مساء الورد. مساء النور. خرب بيت الروقان واضح ان قهوه عند النور. تدري من قوة النوم ما قحتي. اي والله. وين رجالي؟ وش حقته هو؟ اوي 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 اي والله اوي خلاص قوم. جت 6 اعطيكم لي 6 باقي 13 13 دقيقة. قلبه ما شاء الله تبارك الله. والله قهرني يوم قال لو تعطيني الفهد ما اعطيك ذي. ما حشه ما يفهم. اي والله العظيم. بس يلا الناس يعشقون مذاهب. تو ايش تقول عن الجمر؟ معليش مو بعشق. هذه اغلى ماليا. ايه صادق. اسلم ومعيجل. الجمره ترى مهم بالبخور لانه يفرق بالكسره. شوف مثلا الحين الكسره هذه يا جماعه ترى عنده هو براند راح يفهم بالعود. اسلم. شوف الكسره هذه لو تحطها على المرمده غلط. ليش؟ ما تطلع ريحتها كامله. تبي تقضي الجمره وذي ما قضت صامله. اي ولكن مثلا لو تجيب هذه وتحطها على جمره حاره احترقت. فاذا احترقت حتى الريحه تغير. عشان كذا انت تحدد من الكسره حقك. جمره حاره مرمده شوي. الكسره هي اللي تتحكم. اذا صارت كبيره وثقيله حطها على جمر كثير. ايوه صغيره ايه رقائق يا تحطها سلام. على المرمد. شوف ذي شوف هذه ايه رهيفه. ساره ايه حرام انك تضرب بجمر حار. شوف شلون تطبخ على رواق وتطلع لك النكهه صح. ان صارت حاره احترقت. يا سلام لا والله عالمكم كبير والله. رايحه عطريه فاخره بس تعلم شلون لا تحرقه. الناس اخذوا سمع عنده طيب اندر ووتر اللي غاطس صح؟ اللي نازل تحت الماء. واللي فوق لا. ايه طيب مو بيقولون اللي غاطس ازين؟ ايوه
في ناس تحس بندروتر واو وهو مو بشرط. في بخور ازين منه بس انه ما ينزل. ليش هذا؟ هذا من اطيب العود اللي عندي. ما طست. ها؟ ما طست. وهي اطيب ترى. هذه كيلو ما يقل عن 70,000 واللي تحت كيلو ب 20,000. هذا ايه كيلو ب 70,000 ريال. لا ما بيعه. ليش؟ ما بيعه. هذا ان شاء الله مهر ولدي. ايوه ولدي باذن الله. هذا والله ما نزلت. صادق؟ اي والله طيب. وش نوع هذا؟ هذا مروكي قديم. مروكي قديم مره ذا. هذا اللي انا احبه. ايوه انت تحب الروائح القديمه حق المساجد الحرام. صح احسنت. يعني مو بشرط اذا غطس، اللهم زيت اكثر، دهن اكثر. اي بس. يعطيكم يا جماعه الخير. ذا الكسر ذي من نفس هذه السنانيه اللي يقول اغلى من الفهد. مصيبه ريحتها سمك. هذه يا جماعه الخير انت تقول ريحه سمك صح؟ والله انها ريحه سمك مبخر. طيب خالف اختلاف اذواق. تدري هذه في واحد يقول اي كيلو جودة يعني من الدبل والتربل اخذه ب 100. 100 وشو؟ 100,000 الكيلو. يشتري ريحه سمك 100,000. ريحه سمك عندك انت هو يموت بالريحه هذه. فالبخور انواع. الغابات كل غابه له ريحه. صادق. هذه يا جماعه كل ابوها لحالها مروكي. هذا اللي انا احبه. ايش قالوا لي منهم مختصين، يقول يبغى يعني تبخر شخصي عشان ما تسرف، انه يعتبر يعني اسعاره تعتبر عاليه، استخدم هالدقه ذا صح؟ وهذا وشو؟ هذه دقه. هذه دقه الدقه. دقه الدقه. إيه. وهذه دقه. ايه. وهذه ميني. هذا كسر مبخر. هذه تصلح زوجات ما زوجات. الله. يا سلام. وهذه مناسبات. شوف كله مروكي. الموضوع يرجع قدرك الماليه يعني يقولون. كله قدرته ماليه. قدرة ماليه كثر من ذا وذا. صح. بيض الله وجهك. انتوا والله ماسكين عود انتوا. لا انا ذولي بكثر منهم بعد. صدق. يا جماعة الخير وش نظامه؟ ترى كل هذه تشوفها هذه كلها بضاعته مضبوط. يعني كم تاجر بالقصيم برا القصيم قبل رمضان يبيع عليهم خلاص، والباقي نزل بمتجر وتمشي اموره مستانس ويبيع مسك وما ادري ايش. حبيبي عدوك سم قفل الموضوع قبل رمضان، خلي الناس يستفيدون انك ما شاء الله امين وعندك بضاعه زينه. اي والله اني صادق. بضاعه زينه جنون يا رجل. انا بجنه البخور. انا عندي مشكله معه. بس انا عندي مشكله معه انه بعض الشيء يبيعهن. المهم ما عليك اللي ما يبيع. يقول صك ولا ندى. لو انا معي حق سنتين قدام. طيب قل لا الله ابى اخلص معك. تعطي خصم للمتابعين؟ ايه. اول شيء لازم تفهم ان البضاعه كلها سعر جمله، وانا بنزل بالمتجر بسعر جمله. سعر بيع للتجار. والله ممتاز. التجار شيء ومتابعيني شيء. مضبوط. اتوقع اني كسرت الموضوع. يا سلام نبي فارق بسيط بس عطني اياه وهو تم الموضوع. شلون يعني خصم زود؟ ايه والله اللي تبي. انا ايش تبي؟ ما يضرك اذا حطيت 10%؟ تم. ويصير الكود فخم الفوزان كذا. نكتبه فوزان. بس نفسيه. لا عشان العود وعائله وكذا. والله معليش ابي ناقش شيء ساعه ونص. ما عندي مشكله. لانه كله متجر شغلنا. ما عندي مشكله. اي واحد ما يعجبه العود تكفون رجعوه. اي واحد ما يعجبه العود يرجعه. لو مو الحين لو بعد سنه بعد. ابي كلامك قبل شويه متحدى. معليش خل ما يعجبه. ايه؟ لو احتاج فلوس وعنده عود رجعوا لي انا شاريه منه. انا اول مره اشوف واحد ما يبي يبيع عوده. تدري ليش؟ هذه بورصه ترى كل يوم قاعد يزود العود ذا. كل يوم قاعد يزود. الله يبارك لك. الله يبارك لك. خلاص ساعه وامور جاهزه. ساعه ونص. اضافه بس اقول لك شيء. انا والله اني اعاني بشراء العود. اي والله كلنا والله دقيقه كله منظف ما فيه اي حاجه. شوفكم هنا والله العظيم يا ابو فهد ما امزح. اسمع تقدر بموقع تعطيه بلوك موقع المتجر حقكم. هذا اشغلنا يا رجال. يلا يا جماعه ساعه ونص ان شاء الله كل البضاعه تنزل. كم هذه كامله؟ سبيل اللجنه عقب ما يطلع. اي والله فتش خفيف. اسمع كم ذي كامله؟ بعض الناس يا جماعه عندهم قناعات عجيبه. طبعا كل اللي تشوفه ترى هذه كلها بضاعته تزين. يعرف لك كم تاجر يجون برمضان يشترون منه والباقي يروح ينزل بالمتجر. طيب يا رجل في ناس ما تفهم بالعود ابو علي ويبون عود زين سم الله عدوك. طيب ابيك تحت من هالعود بدال هالتجار تنزل لهم يعني ما بيع. ايه وخلي الناس يستفيدون. بيع جمله وحط كود خصم. ايه الفوزان حطه عشان عود ومجلس. والله مو بنرجسي ابدا. لا مو بنرجسيه. الف اجل
يعني كنت خاصة مثلا شيء اجنبي تحطيه ان. اي حلو. عود ومرجله تحط فوزان. طيب ليش ما يحط الفهد؟ ليش سارة فوزان؟ لا في كسر اغلب الفهد. والله خلاص ابو علي